وقبل أي كلام هنصلي على الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. حكيتنا النهاردة عن بنت اسمها زهرة، عايشة هي ووالدتها في قرية صغيرة، وكانت القرية دي في وسط جبال، يعني ما كانوش بيشوفوا الشمس كتير. علشان كده كل بنات القرية كانوا جمال جدا، وكانوا رشيقين جدا علشان كانوا بيشربوا مياه عذبة. وطبعا هنتكلم عن بطلة حكايتنا اللي كان جمالها جمال مش طبيعي. وبرغم جمالها ده، بس كانت البنات ما بتبطلش تريقة عليها ليل ونهار، وهي كانت مكبرة دماغها، وكانت شايفة ان دي يعني غير البنات. بس الحقيقي ان كان في سر عند زهرة هو اللي مخلي البنات يتريقوا عليها. تعالوا نشوف ايه السر ده. وبرغم ان كل بنات القرية كانوا جمال جدا، الا زهرة جمالها كان جمال مش طبيعي. كان لون شعرها لون الذهب، وكان زي الحرير، وعينيها عيون خضرة جميلة. كان اللي بيبص فيها بالنهار كان بيشوف الشمس ويشوف السما الجميلة، واللي كان بيبص لها بالليل كأنه شايف لمبة جميلة منورة. أما بياضها فكان بياض لون التلج، وبشرتها كانت صافية زي البيبي. ولو كان كل البنات قمر فهي كانت قمر 14. بس عيبها الوحيد إن هي كانت تخينة قوي قوي قوي، وللأسف كان جمالها ده كان متداري ورا تخنها، وده اللي كان بيخلي البنات تتريق عليها في الرايحة وفي الجاية. بس هي كانت عندها ثقة في نفسها كبيرة جدا، وشايفة إن جمالها من جوه ومن بره. وكمان كانت شايفة إن أحسن وأجمل جمال هو الجمال اللي من جوه، اللي من جوه القلب، علشان عمر قلبها ما شال ولا حقد ولا غل ولا كراهية لأي حد. كانت بتحب كل الناس، حتى البنات اللي كان من سنها بيتريقوا عليها. كانت دايما شايفاهم إن هي دي غير البنات، وكانت بتعديها، وكانت دايما بتقول لهم تضحك معايا، تقول لهم انتوا غيرين مني عشان أحلى منكم. وما كانتش بتزعل خالص من أي حد بيتريق عليها. بس اللي كان بيزعل عليها فعلا هي أمها، كانت بتزعل عليها جدا، وكانت تقعد تقول لها يا بنتي بطلي أكل، يا بنتي بطلي، جسمك بقى كله دهون وشحوم، خس شوية. بس زهرة كانت بتضحك وتقول لها يعني انتي يا ماما عايزاني أموت من الجوع يعني؟ فأمها كانت بتقول لها لأ، بس أنا خايفة عليكي وخايفة على صحتك، وأنا كمان يا بنتي نفسي أشوفك عروسة. مين هيقبل يتجوز بنت بالتخن ده وبالجسم ده؟ فزهرة كانت دايما بتقول لها يا أمي الزواج ده بتاع ربنا، يعني رزق، وأنا إن شاء الله رزقي هيجيلي، وانا عايزة اللي يتجوزني يبص لجمال قلبي مش جمال وشي. انا عايزاه يبص لي لطيبتي ودم خفيف وحب لكل الناس. فما هتلاقي يا ساتر عليكي يا زهرة، انا معرفش اتكلم معاكي ابدا. انا يا بنتي بزعل عليكي لما بسمع البنات بيتريقوا عليكي. انا عايزاكي زيك زي بنات القرية، رشيقة وجميلة. انتي كده كده جميلة، بس ناقصلك الرشاقة، لو تبطلي اكل شوية. فزهرة ضحكت وقالت لها ما تقلقيش عليا يا ماما، انا بكره هتجوز سيد الرجاله. وفي يوم زهره هي وامها كانوا خارجين للسوق، وهم ماشيين زهره سمعت بعض البنات وهم بيتريقوا عليها. فزهره سابت امها وراحت لهم، وراحت قالت لهم هو انتوا لسه بتتريقوا عليا؟ ما تشوفوا لكم حاجه احسن تعملوها بدل ما انتوا قاعدين تتريقوا على اللي رايح وعلى اللي جاي. فواحده من البنات حبت تتريق عليها، وهتلاقي زهره احنا قلقانين عليكي، ده انت ناقصلك شويه وما تعرفيش تخرجي من باب بيتكم. فزهرة ضحكت وقالت لها لا، باب بيتنا واسع، ما تخافيش عليا وما تقلقيش. فبنت تانية قالت لها طب يا زهرة قولنا مين انت عايز، قصدي سعيد الحظ اللي هيتجوزك، قولنا بقى ايه مواصفاته، طبعا لازم هيكون تخين زيك. وقعدوا يهزروا ويضحكوا، وهي طبعا عشان ما بتهتمش بكلامهم ضحكت وهزرت معاهم. قالت لهم يا بنات لو تعرفوا وصفات سعيد الحظ اللي هيتجوزني، نفسي يبقى شبه الأمير علي اللي أنا عمري ما شفته، بس دايما أسمع عن شجاعته وقوته وعن طيبة قلبه. فالبنات كلها قعدت تتريق وتموت من الضحك على كلامها. وبرضه بعد كل ده ما بطلوش تريقة عليها ولا تجريح فيها. بس اللي كان سامع كل ده أمها، وكان متضايق عليها جدا. فندهت لها وروحوا البيت، وأول ما دخلوا البيت أمها قعدت تزعق فيها، تقول لها يا بنتي ارحمي نفسك وبطلي أكل، انت ازاي بتسمعي الكلام ده كله والتريقة والتجريح فيكي وبتسكتي؟ فظهرت لها يا امي ما تقلقيش، انا ما بزعلش من كلامهم وبهزر وبضحك معاهم، اصل كلامهم ما بيهمنيش، ده كله غير البنات يعني يا امي. فامها ردت عليها وقالت لها صدقي يا زهرة انت باردة جدا، ما عندكيش دم يا بنتي خالص. فزهرة قالت لها لا يا امي عندي دم وبحس،
بس أنا مقتنعة جدا من جوايا إن الجمال جمال الجوهر مش جمال المظهر. فأمها قالت لها براحتك يا زهرة، في الآخر انت هتندمي. فزهرة قالت لها ما تقلقيش عليا يا أمي. وفي يوم من الأيام جه قريتهم منادى من قصر الأمير علي، ونادى بصوت عالي وقال يا أهل القرية اسمعوني كويس قوي، الأمير علي عامل حفلة كبيرة جدا في القصر بتاعه علشان هيختار بنت من البنات تكون زوجته وأميرة القصر. فقال لهم إن الحاضر يعلن الغايب، إن كل بنات القرية لازم تروح تحضر الحفلة علشان الأمير أمر بحضور كل بنات القرى اللي حوالين مملكته يحضروا الحفلة. فطبعا الخبر ده أسعد كل بنات القرية ومن ضمنهم زهرة. وطبعا في اللحظة دي كل بنات القرية بصت لزهرة وكانوا مستغربين جدا لفرحتها. فضحكوا قالوا لها هو انت يا زهرة ناوية تروح الحفلة فعلا؟ فضحكوا قالوا لها انت هتروحي ازاي يا زهرة بالشحوم والدهون دي كلها؟ وقالوا لها كمان ده الأمير علي لو شافك هيطلع يجري، أو ممكن قلبه يقف من الجبل اللي هيبقى شايفه قدامه. وطبعا قعدوا يجرحوا فيها ويتريقوا عليها ويضحكوا، بس زهرة ما همهاش كلامهم وقعدت تضحك وقالت لهم انتوا عارفين يا بنات انا هلبس ايه؟ فالبنات ضحكوا وقالها عارفين، اكيد هتلبسي هدوم البيت كله، وقعدوا يضحكوا. فواحدة تانية راحت قالت ايه، انا عندي قفطان جميل جدا كله حرير هلبسه عشان ابقى اشك واحدة فيكم. فالتانية ردت عليها وقالت لها انا عندي برضك قفطان كله الوان زاهية هتخلي الامير اول ما يشوفني هيعجب بيا على طول. وفضلت البنات توصف اللبس اللي هم هيلبسوه. فزارة بصت لهم وضحكت قالت لهم غلبانين والله يا بنات، انتوا مهما تلبسوا مش هتبانوا برضك زيي. وقالت لهم كمان خليكم متأكدين ان انا احلى واحدة فيكم واجمل منكم كلكم. وسابتهم ومشيت وروحت البيت وقالت لأمها على اللي سمعته. فأمها قالت لها وانا كمان سمعت المنادي، بس انت فعلا يا زهر هتروح الحفلة؟ قالت لها يا ماما، هو قال كل بنات القرية. فأمها قالت لها يا بنتي يا زهرة، الأمير مش هيختار إلا الجمال الرشاقة، أصل هتبقى الأميرة فلازم تكون جميلة ورشيقة. فقالت لها يا ماما أنا جميلة، ولو على الرشاقة اوعى تفتكر إن الأمير هيكون دماغه زي دماغ كل البنات أو زي كل دماغ كل الناس. الأمير شجاع وشهم وطيب وهيفهم وضعي. وأنا كمان يا ماما مش رايحة علشان خاطر الجواز ولا الحفلة، أنا رايحة عشان أشوف الأمير، نفسي أشوفه حتى لو من بعيد. فأمها ردت عليها وقالت لها يا بنتي أنا خايفة عليكي، بلاش تروح، البنات مش سايبينك تريقة هنا في القرية، ما بالك بقى في القصر قدام كل الناس. فبلاش يا زهرة، البنات هناك هيقعدوا يتريقوا عليك. فزهرة قالت لها سيبك انتي منهم يا ماما، المهم حضري لي القفطان الأصفر الجميل واعملي لي حنة في ايدي علشان أبقى أحلاهم. وكمان هناك يا ماما هيبقى فيه أكل كتير جدا وأكل حلو قوي أحلى من أكلك كمان. وسابتها وراحت تنام. بس أمها طول الليل كانت بتدعي ربنا إن ربنا يهديها وما تروحش القصر علشان البنات ما يتريقوش عليها هناك. وقالت لها ربنا يهديك يا زهرة وما تروحيش وتطلع الموضوع ده من دماغك. والصبح زهرة صحت وطلبت من أمها إن هي تروح معاها السوق علشان يشتروا بعض استلزامات الحفلة اللي هي هتروحها. فأمها قالت لها وبرضك مصممة يا زهرة؟ قالت لها يا ماما مصممة إن أنا أروح الحفلة دي. وزهرة ومامتها وهم في السوق شافوها بنات القرية فنادوا عليها فقالوا لها إيه يا زهرة، هو أنت فعلا ناوية تروح الحفلة؟ فقالت لهم ناوية أروح زيكم. فراحوا قالوا لها بطلي بقى ما تضحكناش، موتنا من الضحك، انت ايه برضك مصممة؟ يا بنتي هتروحي ازاي؟ اصل الامير مش هيختار الا الرشيقات مش انت يعني يا زهرة. وقالوا لها يخرب بيت عقلك، ده انت هتموتينا من الضحك هناك. فزهرة قالت لهم ومين قال لكم ان انا هروح معاكم؟ انا هروح لوحدي علشان انا لو رحت معاكم هداري على جمالكم. وسابتهم ومشت. وطبعا امها كانت سامعة كل الكلام دوت واتضايقت عليها جدا وقالت لها انت عارفة يا زهرة انا مش هخليكي تخرجي من الباب ابدا ولا هخليكي تحضري الحفلة دي، علشان يا بنتي انا مش هقدر اسمع هناك كلمة من كلام البنات ديت، وعلشان كده انا فعلا مش هخرجك تروح الحفلة دي. فزهرة روحت البيت وهي زعلانة جدا وكانت بتعيط وبتبكي من القرار اللي امها خدته. بس زهرة ما استسلمتش وقررت ان هي تروح الحفلة من ورا امها. وبيعدي كام يوم وبتيجي في ليلة الحفلة بالليل زهرة بتعمل نفسها نايمة، وأول ما بتحس إن مامتها نامت
بتقوم بالراحة بتجهز هدومها وبتلبس وبتتشيك وبتتسحب وبتخرج من البيت وتروح الحفلة لوحدها. وطبعا بتاخدها جري علشان بتبقى اتأخرت على الحفلة، وبتقعد تجري لغاية ما بتوصل لباب القصر، واللي كان خلاص هيقفلوا الباب. وفعلا بعد ما دخلت على طول قفلوا باب القصر، وحراس القصر أول ما شافوها كانوا منعانها من الدخول وقالوا لها انت مينفعش تدخلي، بس هي حاولت تتهرب منهم لغاية ما فعلا دخلت القصر من جوه. وأول ما دخلت وشافت القصر وزينة القصر وجماله كانت منبهرة جدا، وقعدت تتفرج على جمال وعلى زينة القصر، وما كانش هاممها خالص أي حد ولا أي كلام. وطبعا كان موجود في القصر كل بنات القرى اللي حوالين القصر، يعني مش بنات قريتها هي بس، وكانت كل الناس بتبص عليها ويبصوا إن إزاي البنت دخلت القصر. هو الأمير عايز بنت حلوة ورشيقة، وهي حلوة بس مش رشيقة خالص. وطبعا البنات اللي كانت حاضرة الحفلة كانوا لابسين أحلى ما عندهم، وكانوا مزينين بالذهب والجواهر ومتشيكين على الآخر. وفي وسط كل البنات دي كانت بنات قريتها، وأول ما شافوها انصدموا واستغربوا جدا إن هي حضرت الحفلة. فطبعا راحوا لها عشان يستقبلوها الاستقبال بتاعهم بالتريقة والتجريح عليها. وطبعا قعدوا يضحكوا عليها كتير قوي ويقولوا انت ازاي جيتي وايه اللي انت لابساه ده الامير اول ما يشوفك هيموت من الضحك عليكي. فزهرة ضحكت وقالت لهم ما يمكن هيموت من غرامه فيا. فطبعا البنات جات لهم هستيريا الضحك من اللي بتقوله زهرة. فبنت من البنات خبيثة شوية فقالت لها بصي يا زهرة أنا هساعدك واعملي زي ما عملت الأميرة ليلى. قالت لها مين الأميرة ليلى دي؟ قالت لها أميرة كانت في المملكة اللي جنبينا وعملت نفس اللي هقولك عليه والأمير وقع في غرامها. قالت لها وهي الأميرة ليلى عملت ايه؟ فقالت لها بصي يا زهرة أول ما تشوفي الأمير علي معدي انده باسمه بس من غير أمير، انده عليه وهو طبعا هيبص مين اللي هينده عليه؟ هيبص هيلاقيكي انت على طول، انت تطلبي منه ان انت ترقصي معه. طبعا هو هيوافق على طول، وأول ما هيبص في عينيكي هيموت في غرامك ويمكن يطلبك للجواز. وطبعا في اللحظة دي كل البنات كانت ميتة فعلا من الضحك. وطبعا زهرة يا عيني من طيبة قلبها صدقتها وعملت فعلا اللي قالت لها عليه. وأول ما شافت الأمير علي وهو نازل وماشي وسط البنات راحت ندها باسمه. فالأمير علي قعد يبص ويشوف مين اللي بينده عليه باسمه من غير أي ألقاب. فهي رفعت ايديها وقالت له أنا يا أمير، أنا اللي بنده عليك. فطبعا سمح لها إن هي تقرب له وتجيله. وطبعا أول ما شافها وبص في عينيها سرح في جمال عينيها ونسي خالص شكلها وكأنه مش شايف تخنها خالص. وزهرة كمان بصت في عينه ونسيت خالص ايه اللي كانت هتعمله. فبنت ابن البنات بصوت واطي كده تلاقي اطلبي منه ان انت ترقصي معاه، اطلبي منه. وفعلا زهرة بتطلب من الأمير ان هي ترقص معاه. فالأمير بصلها وجه يرقص معاها، استغرب جدا واتخض من التخن اللي هي فيه وما كانش عارف يعمل ايه من المنظر اللي هو شايفه. جسم تخين جدا على وجه جميل جدا جدا جدا. فزهرة حبت تلهيه وترقص معاه، بس يا عيني اتكعبلت ووقعت على الأمير. وطبعا في اللحظة دي كل اللي كان في القاعة مات على نفسه من الضحك، قعد يضحك ضحك هستيري. والحراس طلعوا يجروا بسرعة على الأمير علشان يشيلوه، بس ما كانوش قادرين يشيلوه علشان زهرة كانت واقعة عليه. وفعلا حاولوا يقوموا زهرة، وبعد ما قوموها وقوموا السلطان كان غضبان جدا وزعل جدا وقعد يزعق فيها ويزعق في الحراس ويقول لهم هو أنا مش طلبت البنات الرشيقات هم بس اللي يجوا الرشيقات والجمال؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ وطبعا قعد يزعق جامد. وزهرة كانت زعلانة جدا من اللي بتسمعه من الأمير. وطبعا الأمير طلب من الحراس إنهم يطردوها بره، بس زهرة قبل ما تخرج راحت للأمير وبصت له قوي في عينيه وقالت له إن أنا كنت متخيلة إن الأمراء دولت دماغهم غير دماغ البشر العاديين، دماغهم كبيرة وبيفهموا إن الجمال جمال الجوهر مش جمال المظهر. بس للأسف يا أمير إن أنت طلعت زيهم وتفكيرك زيهم، للأسف أنا اتخدعت فيه. وطبعا الأمير كان واقف قدامها باصص بس لعينيها وكأنه مش سامع هي بتقول ايه، وكان تايه في جمالها الغير طبيعي. بس هي سابته ومشت.
وخرجت من القصر خالص وهي زعلانة، ورجعت البيت وهي ميتة من العياط، وحكت لأمها عن اللي حصل كله. فأمها قالت لها أحسن عشان أنا قلتلك بلاش تروحي وانت خرجت من ورايا. وزهرة قالت لها خلاص يا أمي، خلص الكلام وأنا مش هخرج من البيت تاني، وراحت منهارة من العياط. فأمها قالت لها متزعليش يا بنتي، متزعليش يا زهرة، يمكن ده يكون خير ليكي. فزهرة قالت لها خير ليا ازاي يا أمي، وأنا كنت أضحوكة العالم كله، بس الغلط مش من الناس، الغلط كان مني أنا اللي كنت فاكرة إن الجمال جمال الجوهر مش جمال المظهر. أنا الوحيدة اللي كنت متقبلة تخني، وكنت شايفة إن تخني ده عادي وإن ده جمال عادي، وما كنتش مهتمة برأي الناس ولا بكلامهم عليا، ولا حتى أصحابي اللي كانوا من سني كانوا بيتريقوا، وكنت باخدها هزار، وما كنتش شايفة خالص إن في غلط في شكلي ولا حاجة. وكنت بسمع كلام وتريقة الناس وتجريحهم فيا، وكنت بقول عادي، أنا مش ههتم بكلام الناس، أنا واثقة من نفسي جدا. بس في الآخر عرفت إن انتوا اللي صح وأنا اللي غلط. فأمها قالت لها ما تعمليش في نفسك كده ولا تزعلي نفسك قوي كده يا زهرة، انتي فعلا يا بنتي جميلة من جوه ومن بره، كفاية قلبك الطيب وحنيتك اللي ما شفتهاش في حد، ولا ابتسامتك الجميلة اللي عمرها ما انقطعت من وشك أبدا. فزهرة قالت لها وأنا يا أمي من دلوقتي ههتم بنفسي، وهبطل أكل، وهحرم نفسي من كل حاجة كنت بحبها، علشان أنا يا أمي عمري ما هنسى الموقف اللي حصل لي النهاردة ولا تجريح الأمير ليا. فأمها قالت لها اعملي اللي انت شايفاه صح يا بنتي، وسابتها وخرجت من الأوضة. وزهرة مسحت دموعها وقالت لنفسها إن هي لازم تقبل التحدي، وإن هي لازم تخس وتوري العالم كله إن هي جميلة في كل أحوالها، إذا كانت تخينة أو رشيقة. وفعلا من تاني يوم زهرة بطلت تاكل كتير، وكانت بتحرم نفسها من كل حاجة هي بتحبها، وكانت كمان بتشتغل كتير وبتتحرك كتير جوه البيت علشان تخس وتنزل الدهون والشحوم اللي كانت عندها. وكانت كل لما تضعف كانت بتفتكر تجريح الأمير ليها وضحك الناس عليها، وكمان بنات قريتها اللي كانوا منها واللي كانت تعتبرهم زي اخواتها، وإن عمرها ما هتنسى لهم الموقف اللي حطوها فيها. وفضلت على كده أيام وأسابيع وشهور، وما كانتش بتخرج من البيت خالص، واللي كان بيخرج لسه كانت أمها. ولما كانوا البنات بيشوفوا أمها لوحديها كانوا بيسألوا عنها، يقولها فين زهرة، فكانت أمهم بتضحك وتقول لهم أصل هي تعبانة مش قادرة تطلع من البيت. وكانت البنات مستغربة جدا من ساعة الحفلة وهم ما شافوهاش خالص بقالهم شهور. والأغرب كمان إن هما كل ما يسألوا عليها أمها تقول إن هي تعبانة ومش قادرة تخرج. وطبعا خلال الفترة دي أمها كانت مبسوطة بها جدا، إن فعلا كانت قد التحدي وقدرت تخس، وبقى جسمها جميل جدا ورشيق، وبقت كل ما تشوفها تقولها بسم الله ما شاء الله، جمالك يا بنتي بيزيد يوم عن يوم، تبارك الله يا بنتي. فكانت زهرة بتفرح جدا من كلام أمها ده، وده كان بيشجعها أكتر إن هي تخس أكتر. لحد ما في يوم بالليل زهرة طلبت من أمها إن هي تروح معاها بكرة السوق، وإن هي خلاص قررت إن هي تخرج، بس شرطت على أمها إن هما لما يجي يخرجوا ما تقولش هي مين. وفعلا تاني يوم الصبح خرجت أمها وزهرة للسوق، وهم ماشيين في القرية الناس كلها ما شالتش عينيها من على زهرة، وبقوا مستغربين مين البنت اللي ماشية مع أم زهرة دي، علشان كل اللي كان بيشوفها ما كانش بيعرفها من كتر جمالها. وكانت كل الناس عينيها ما اتشالتش من عليهم، حتى بنات القرية اللي كانوا بيتريقوا على زهرة أول ما شافوا أم زهرة والبنت اللي معاها فاستغربوا جدا مين البنت اللي ماشية دي وإيه جمالها الفتان ده. فعلى طول راحوا سألوا أم زهرة وقالوا لها مين البنت الجميلة اللي معاكي دي، هي دي قريبة زهرة بس هي أحلى بكتير جدا، لا وإيه جسمها رشيق قوي. فزهرة بصت لهم قوي وضحكت، فالبنات بصوا لها قوي علشان الضحكة دي ضحكة زهرة. فواحدة منهم قالت لهم بس دي شكل زهرة جدا، فيها ملامح كتير من زهرة، بس دي رشيقة جدا وجميلة. فردت عليهم زهرة بابتسامة رقيقة كده وقالت لهم على فكرة أنا زهرة بس في شكل جديد، إيه رأيكم؟ فكل البنات اتفزعت وسكتت من كتر جمالها ورشاقتها. وزهرة خيت أمها ورجعت البيت، بس رجع وهي مبسوطة جدا علشان حست فعلا بانتصارها
وتحديها لنفسها. ومن يوميها، من يوم ما البنات شافوا جمال ورشاقة وحلاوة زهرة، البنات مبقوش يتكلموا تاني ولا يقدروا يتريقوا ولا حتى كمان بقى يخرجوا من البيوت. ومن يومها ليلى كل يوم بقت تروح السوق وبتخرج عادي زيها زي البنات. بس بنات القرية كانوا هيموتوا ويعرفوا ايه سر تغيير زهرة، وايه اللي خلاها تاخد قرار بالتخسيس دوت. وطبعا هم متضايقين جدا ومتغاظين جدا ان هي بقت ارشق واحلى منهم بكتير واجمل كمان. فجم في مرة وسألوها: ايه سر الرشاقة بتاعتك دي، وانت عملتي ايه عشان توصلي للحجم ده؟ فردت عليهم زهرة بابتسامة برضو رقيقة وقالت لهم: انتوا ليك الفضل عليا، من كتر تريقتكم وتجرحكم فيا ولا كمان عمري هنسى الموقف اللي عملتوه معايا في اليوم المشؤوم، اللي خليته فيه الأمير وكل العالم اللي موجودين يضحكوا عليا، وبقيت أضحكتهم وسابتهم ومشت. فبنت من البنات قالت: يعني احنا السبب في التغيير ده كله؟ يا ريتنا ما كنا قلنا لها على حاجة ولا كنا اتريقنا عليها، دي بقت أحلى وأجمل فعلا بنت في القرية. فردت عليها البنت التانية وقالت لها: فعلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. حبينا نحرجها ونضحك عليها الناس، دلوقتي بقينا احنا المحروجين والناس بتضحك علينا، علشان فعلا جمالها كان مستخبي ورا التخن اللي كانت فيه. ومن ساعتها البنات اختصروا معاها الكلام. اما زهرة قعدتها في البيت الشهور دي كلها ما غيرتش بس في شكلها، لا ده غيرت كمان في نفسيتها وعقليتها. فكانت كل يوم بتروح جنب الوادي وتقعد وتسرح مع نفسها. وجه في يوم الأمير علي حب يخرج لوحده من غير حراس عشان يمشي براحته، وكمان اتنكر عشان محدش يعرفه. وهو ماشي وصل للوادي، وبالصدفة بيشوف زهرة وهي قاعدة جنب الوادي لوحدها. فوقف الأمير علي يبص عليها من بعيد علشان يشوف مين البنت الجميلة قوي دي اللي قاعدة لوحديها، وفضل واقف يتأمل في جمالها. وبعد شوية ظهرت ست كبيرة وكانت شايلة سبت فيه بعض الحاجات، وكانت عايزة تعدي الناحية التانية من الوادي. فزهرة أول ما شافتها قامت بسرعة علشان تساعدها، فخدت منها السبت اللي هي كانت شايلاه وشالته زهرة على ايديها، وبايديها التانية مسكت ايد الست الكبيرة وفضلت تعديها الوادي لحد ما خلتها تعدي الناحية التانية من الوادي. وكان في حمار مستني الست الكبيرة الناحية التانية من الوادي، فزهرة ساعدتها ان هي تقعدها عليه وكمان تديها السبت لغاية ما تمشي. ورجعت زهرة تاني لمكانها جنب الوادي وهي قاعدة سرحانة. وطبعا الأمير علي شاف كل اللي هي عملته ده وأعجب بيها بزيادة، علشان مش جمالها بس لأ كمان لقاها بنت طيبة وشجاعة وشهمة جدا. فتشجع الأمير علي وراح يكلمها وقال لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهي ردت عليه السلام، فقال لها: أنا شاب غريب كنت على سفر وتهت، وكمان الفلوس اللي كانت معايا اتسرقت مني، وأنا دلوقتي جعان وطالب منك مساعدة. فزهرة بصيت له وقالت له: خليك هنا واستنيني، أنا هروح أجيب حاجة واجي. وما يتحركش من المكان ده. وفعلا سابته زهرة ومشت وهو فضل مستني. فبسرعة راحت زهرة للبيت ودورت على الأكل عندها في البيت، ولقيت في البيت عسل وجبنة وفطير، فخدتهم وراحت له وقالت له: اتفضل كل، ولو فاض منك أي أكل خده وانت في طريقك. فطبعا الأمير علي ما كانش مصدق إن هي ممكن ترجع له تاني بأكل، وكان معجب جدا بموقفها ده. وطبعا هي سابته ومشت. طبعا الأمير علي نسي يسألها عن اسمها أو يعرف قريتها ايه. فالأمير علي زعل جدا من نفسه وقال: ازاي ما اسألش عن اسمها، ازاي ما اعرفش قريتها، طب انا اعرفها منين دلوقتي ولا اجيبها منين؟ فزعل جدا من نفسه وقال: لا انا كل يوم هاجي جنب الوادي علشان اشوفها واعرف اسمها ايه واعرف هي بنتي مين. وفعلا كان كل يوم الأمير علي يجي يتمشى على الوادي بس ما كانش بيلاقيها. وفضل على كده كام يوم، وزهرة ما كانتش بتيجي علشان كانت والدتها تعبانة وهي قاعدة جنبيها. وبعد كام يوم زهرة راحت تقعد جنب الوادي، وطبعا الأمير علي كالعادة كان بيعدي كل يوم، وأول ما شافها فرح جدا وقال لنفسه: لا أنا لازم النهاردة أعرف هي مين وبنتي مين وساكنة فين، أنا مش هضيعها من إيدي زي ما ضيعت البنت الأولانية التخينة اللي كانت عجباني جدا وكان عندها طيبة قلب
زي طيبة قلب البنت دي كمان، فأنا كمان مش هضيع البنت دي من إيدي. وفعلا راح لزهرة وسلم عليها، فزهرة استغربت جدا إن هو رجع، وقالت له مش أنت كنت مسافر؟ فقال لها أنا حبيت أقعد هنا في القرية كام يوم أستريح فيهم، ومن حسن حظي إن أنا شفتك كمان النهاردة. وطبعا شكرها على الأكل اللي هي جابتهوله. فزهرة قالت له ليه تشكرني؟ لا شكر على واجب، انت ضيف في قريتنا وكنت لازم اضيفك. فالامير علي اعجب اكتر بيها من لباقتها في الكلام، وسألها عن اسمها، فقالت له اسمي زهرة. وانت اسمك ايه؟ قال لها انا اسمي علي. فقالت له اسمك علي؟ ياه، انا كل ما بسمع الاسم ده بقيت اتضايق منه قوي. فالشاب قال لها وليه يعني تتضايق من اسم علي؟ قالت له عشان الاسم ده على اسم الامير علي. قال لها طب ايه مشكلة؟ فقالت له ان الامير علي كان بالنسبة لي حلم، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة، لحد ما حصل معاه موقف كرهني فيه جدا علشان احرجني قدام الناس كلها. فالامير علي قال لها طب ممكن تحكي لي الموقف؟ فطبعا زهرة قعدت تحكي له عن البنات اللي كانوا بيقولوا عليها، وعلى تخنها، وعلى ان هي كانت شايفة ان تخنها ده كان عادي، الا بنات القرية كانوا بيتنمروا عليها وبيحرجوها في كل مكان. وقالت له كمان على الخطة اللي البنات قالوا لها عليها، وهي نفذتها مع الامير علي. وساعتها الامير علي اتضايق جدا، واحرجها وهزقها قدام الناس، علشان كده هي متضايقة منه جدا. فالامير قال لها ما يمكن ما كان غصب عنه. قلت له حتى ولو المفروض ما كانش احرجني بالمنظر ده. وبعدها زهرة استأذنت منه وقالت له انا اتأخرت على امي، وسابته ومشيت. فالامير علي كان فرحان قوي وزعلان قوي من نفسه. كان فرحان ان البنت التخينة اللي كان بيفكر فيها ليل ونهار هي البنت اللي قدامه دلوقتي جميلة ورشيقة جدا. فقال لنفسه انا لازم ارد لها اعتبارها، وزي ما احرجتها قدام الناس هعتذرها قدام الناس. فبسرعة رجع للقصر بتاعه، ونادى على الحراس، وطلب المرسول بتاعه، وقال له روح نادى للناس وقول لهم ان الامير عامل حفلة يوم الخميس في قصره علشان يختار زوجة ليه، بدل الحفلة اللي باظت المرة اللي فاتت. وفعلا المنادى راح ونادى في كل القرى اللي حواليهم، وقال لهم على ميعاد الحفلة، وإن الأمير عمل حفلة تاني علشان يختار زوجة ليه. طبعا الكلام وصل لزهرة وأمها، فأم زهرة قالت لها الحمد لله يا بنتي جاتلك الفرصة إن تروحي تاني بجسمك الرشيق وجمالك، وإن شاء الله الأمير المرة دي هيختارك انتي الزوجة ليه. فزهرة ردت على أمها بكل حزن وقالت لها لا يا أمي أنا مش هروح تاني، خلاص أنا مش عايزاه ولا عايزة أشوف الأمير ده تاني. فأمها قالت لها لا لازم تروحي، وشجعتها إن هي تروح، وجهزت لها أحلى هدوم عندها وأحلى حلي، وقالت لها أنا كمان هروح معاكي الحفلة. وفعلا يوم الحفلة زهرة لبست أحلى ما عندها واتزينت، وكانت زي القمر 14، وراحت هي وأمها القصر. وكان كل اللي يشوفها عينيه ما تتشالش من عليها من كتر جمالها وحلاوتها. ووقفت زهرة وأمها مع بقية الناس، وطبعا بنات القرية كانوا واقفين وكانوا هيتجننوا من جمالها. وبعد شوية دخل الأمير القاعة اللي فيها الحفلة، وطبعا كل البنات كانت بصة على الأمير وعينيها ما نزلتش من عليه، إلا زهرة كانت بصة في الأرض ومش عايزة تبص للأمير خالص. أما الأمير كان ماشي بين البنات والناس علشان يشوف زهرة، وأول ما شافها راح لها ووقف قدامها. فزهرة خافت وقالت لنفسها أكيد الأمير عارفني إن أنا البنت التخينة وهيطردني دلوقتي. فالأمير قال لها إزيك يا زهرة؟ فطبعا زهرة استغربت جدا إن إزاي الأمير عارف اسمها، فرفعت عينيها في وشه وشافته، وبقت مستغربة جدا من الشبه الكبير اللي بين الشاب وبين الأمير علي. فضحك الأمير علي وقال لها بصوت مسموع لكل الناس شكرا يا زهرة على الأكل اللي انتي اديتهولي. ساعتها زهرة ما كانتش قادرة تتكلم خالص. فالأمير علي قال لها أنا نفس الشاب اللي قبلك، وشاف جمالك اللي جوه أكتر من اللي بره. أصل فعلا الجمال جمال الجوهر مش جمال المظهر، وانتي يا زهرة عندك الجمال جمال الجوهر وجمال المظهر. واعتذر لها قدام كل الناس على اللي حصل منه في الحفلة اللي فاتت، وفي وقتها طلب منها الجواز، وقال لها تقبلي تتجوزيني يا زهرة؟ طبعا ومن غير تردد
أمها وافقت، وزهرة ساعتها ما كانتش مصدقة نفسها، وعينيها دمعت من كتر الفرحة. وخدها الأمير من إيدها وراح وقف بيها على الساحة، وقال لكل الناس اللي في القاعة: من اليوم زهرة هتبقى أميرة القصر وزوجتي. طبعا زهرة ما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة. أما بنات القرية فكانوا هيموتوا، وكانوا مش مصدقين اللي حصل، وقالوا لنفسهم إن هم السبب في الغلطة دي، إن الأمير يختار زهرة للجواز بسبب طريقتهم عليها وتجريحهم فيها. ولولا كلامهم ما كانتش زهرة خست ولا غيرت من نفسها، ولاموا على نفسهم أعز اللوم. وأما زهرة فعاشت في تبات ونبات مع الأمير علي. وهنا وصلنا لنهاية حكايتنا. لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يجيلكم كل جديد، ودوسوا لايك عشان تشجعونا. وإلى اللقاء.